بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا اصدقائي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناتكم كريبتو فرانكو. طبعا، زي ما احنا كنا شاركنا معاكم بوت دلتا من حوالي شهر دلوقتي. اول ما ظهر، احنا برضو ظهر في بعض المشاكل من بعض الاصدقاء بعد التحديث. مش عارفين ان هم يرجعوا يدخلوا الحسابات بتاعتهم مرة تانية. فاحنا قررنا ان احنا نعمل شرح بسيط كده ازاي تقدر تدخل تاني للحساب بتاعك لو انت عملت التحديث ومش عارف تدخل. طيب، اول حاجة هنعملها طبعا ان احنا هنفتح التطبيق بتاع دلتا بعد الابديت. بعد ما تفتح تطبيق دلتا هتلاقي قدامك هنا في هتختار منيو. تمام. طبعا انت دلوقتي يعني المفروض عامل لوج اوت. لو انت مش عامل لوج اوت هيطلب منك حاجتين. لو انت يعني اولا يا اما تعمل لوج اوت من هنا وبعدين تنزل التطبيق لو انت لسه ما نزلتش التطبيق، او يعني ما عملتش التحديث وشلت النسخه القديمه. لما تيجي تدخل هتدخل عادي جدا، هيطلب منك ان انت بس تبعت الكود لرقم بتاع واتساب زي ما انت سجلت في البدايه خالص، وهتبعت الكود هيدخلك على الحساب بتاعك. طبعا انت اكيد عارف رقم التليفون اللي انت سجلت بيه. عن طريق رقم التليفون ده هتكتبه وتعمل لوجن. هيطلب منك رقم يعني هيطلب منك انت تبعت كود زي اللي احنا بعتناه اول ما بدينا نسجل على رقم واتساب او عن طريق الاس ام اس للي ما عندوش ارقام متاحه في بلده. وبعدين هيروح جاي مدخلك على الحساب بتاعك على طول. طيب، بالنسبه بقى للاصدقاء اللي هم ما عملوش لوج اوت والحساب طلع منهم وما عرفوش يدخلوا ازاي. طيب، بص كده عندك هنا انا عندي في حاجه اسمها بروفايد سكيورتي. تمام. البروفايد سكيورتي دول الاصدقاء اللي عندي اللي هم دخلوني انا في دايره الحمايه بتاعتهم. طبعا انا كنت نزلت لكم بوست قلت لكم يا جماعه الثلاثه دول لازم يكونوا موجودين عندكم في دايره الحمايه. ليه؟ عشان موقف زي ده. طيب، ايه اللي هيحصل بقى؟ انت يعني حد من الاصدقاء هيروح جاي طالب يبعت كود ليا انا. طيب، انت هتعرفني ازاي في دايره الحمايه بتاعتك؟ هتلاقي الشكل بتاعي اللي هو موجود زي ما انتم شايفين ده شكل الافاتار بتاعي عندك. هتختار الشكل ده وتبعت الكود عندي، بس لازم تكون مكلمني الاول عارف ان انا فاتح. ليه؟ لان الكود اللي انت بتبعته لي انا اقدر اشوفه خلال نص ساعه وابعته لك وهو صالح لمده نص ساعه بس من وقت ما انت بتبعته لي. فلازم يكون تتاكد ان انا موجود وتبعت لي تقول لي انا بعت لك الكود بتاعي وتقول لي اليوزر نيم بتاعك ايه، اسمك ايه اصلا، عشان انا اعرف اجيبك، او تديني الكود بتاعك اللي هو الدي اي دي الكود اللي هو موجود فوق ده. بعد ما تديني الدي اي دي كود انا هخش ادور عندك هنا ده عندي انا هنا في البروفايد سكيورتي، واروح جاي باعت لك الكود تاني. ازاي بقى لو انت عندك اصدقاء حاطينك انت في دايره الحمايه وعايز تديهم الكود بتاعك، الكود اللي هم الكود يعني اللي هم طلبوه منك، هتجيبه ازاي؟ هتفتح البروفايد سكيورتي دي وتدوس دبل كليك على الاسم او على الكود اللي هو بتاع الشخص اللي انت عايز تديله الكود بتاعه. هتدوس عليه كده دبل كليك هتلاقيه حمل كده. طبعا ده شخص انا اخترته ايا كان، يعني هو مش باعت لي كود حاليا، فبيقول لي ايه the other party doesn't currently have a security code that need to be received. يعني هو ما طلبش ان هو يبعت لك كود عشان انت تبعته له. تمام. لكن لو هو كان طلب هيروح جاي اوريدي مطلع لي الكود على طول، و انا اروح جاي بعته لك، هتروح جاي اخد الكود وحطه في الحساب بتاعك. هيروح جاي داخل مدخلك على المرحله الثانيه، هيقول لك ابعت الكود بتاع الواتساب او اس ام اس، وبعدين هيروح جاي مدخلك على الحساب بتاعك على طول. طيب، ده بالنسبه للاشخاص. طبعا في حاجه تانية كده بعض الاصدقاء قالوا لي عليها، بصراحه انا ما جربتهاش. ان هو في ناس بيشتغل معاها بدل ما يكتب الكود اللي هو انا المفروض اديهولك، لا بيكتب مكانها 5 اصفار. انا ما اعرفش ده هينفع ولا لا بصراحه، بس انا ما جربتوش، بس بعض الاصدقاء قالوا لي ده نفع معاك. طيب، التحديث بقى اللي هم عاملينه اصلا في الابليكيشن هنا ايه؟ انت عندك هنا هتلاقي ظهر عندك في الاخر كده خانه اسمها يو اس دي تي. لو دوست عليها كده
هيبقى عبارة عن ايه؟ انت ليك 3 اعلانات يوميا تتفرج عليهم مقابل بعض من عملات اليو اس دي تي او اليو اس سي تي. تمام؟ دي عملة تانية خالص، يقال ان هي هتبقى ايه، يعني عملة مساوية للدولار. تمام؟ وطبعا احنا ما نعرفش ما مدى صحة الكلام ده لسه، بس عامة احنا مش خسرانين اي حاجة. انت بتتفرج على 3 اعلانات يوميا، بتاخد على الاعلان تقريبا 9 يو اس سي تي. التوتال سبلاي بتاع العملة دي 1.5 مليار، يعني رقم مش كبير قوي. برضو في نفس الوقت ده يعني هو المفروض العملة دي لسه موجودة، اتنشأت فعلا اهي، منشقة من الايثيريوم. اهو التوتال سبلاي زي ما انا قلت لكم 1.5 مليار. في اهو 5 هولدرز، طبعا لسه ما فيش ماركت كاب. طبعا انا شايف ان لو هي 1.5 مليار عملة، هيبقى رقم كبير قوي ان هي تبقى موجودة مساوية للدولار. بس طبعا يعني افلحوا ان صدقوا، ونتمنى يكون الكلام ده فعلا صح واحنا مش خسرين حاجة. طيب، هل انا هاخد كل العملات اللي هي موجودة عندي في البندنج هنا؟ لا، مش لازم. هو هنا بيقول ان لو انت فعلا فتحت الاعلان واتفرجت عليه للنهاية، هتاخد ايه القيمة بتاعتك دي، هتتحول من البندنج للإيرن. لو ما اتفرجتش عليه للنهاية، هتبقى في هتبقى ايه ريفيوزد بالانس ومش هتاخدها. طيب، تقدر تحصل ازاي تاني على العملة بتاعت اليو اس سي تي دي؟ دي انت تقدر تحصل عليها عن طريق برضو النسبة اللي انت بتاخدها من الاصدقاء بتوعك. يعني انت اصدقائك لما بيتفرجوا على الاعلانات، انت بتاخد نسبة من اليو اس تي اللي هم بياخدوها. بس كده اصدقائي، ده شرح بسيط سريع للابديت بتاع عملة دلتا، ويا رب تكونوا استفدتوا منه. اشوفكم بخير، مع السلامة يا اصدقائي. وما تنسوش تعملوا لايك وفولو او للقناة بتاعتنا على اليوتيوب، وتفعلوا زر الجرس. وكمان اللي لسه ما اشتركش معانا على قناتنا على التليجرام، لازم يكون موجود معانا هناك، عشان لو محتاج اي حاجة، عندك استفسار في اي حاجة، تلاقينا ان شاء الله بنرد عليك، التيم بتاع القناة. وكمان بينزل هناك كل الاخبار الجديدة. مع السلامة يا اصدقائي.